بالجميع الزول في اللون. رسالة إبراهيم قالي إلى رئيس مجلس الأمن للشكوى ضد المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الآن المستجدات هذه المتسارعة الآن في الساعات الأخيرة في ملف الصحراء. لم تبقى إلا يعني تفصلنا ساعات على جلسة مجلس الأمن. هناك اجتماع، يعني اجتماعات متتالية لأعضاء مجلس الأمن، اجتماعات مغلقة بطبيعة الحال لمناقشة المسودة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية يعني لفرض مخطط دونالد ترامب لحل قضية الصحراء بين الجزائر والمغرب كما صارت الآن تعرف، لأنه اليوم صار النظام الجزائري هو الطرف الآخر في النزاع مع المغرب، على عكس ما كان يريد النظام الجزائري لسنوات متتالية. لكننا سنفصل في رسالة إبراهيم قالي، ويعني في الغرض منها وخروجها في هذا التوقيت والكلمات التي تحملها. أطلب منكم في البداية مشاركة البث، التفاعل بالإعجاب. راكم تعرفوا حتى لا تكون لنا إشكاليات مع اليوتيوب بسبب التبليغات المستمرة. وأتمنى أنه صوتا وصورة كل شيء على ما يرام، وبالأخص الصوت، فإذا أمكن تأكدوا لي على الصوت. لكن بداية أردت فقط مشاركة، يعني نبدأ بهذا ثم يعني سنفصل لاحقا في الموضوع رسالة إبراهيم قالي. لكن قبل الرسالة نسمعوا ما يسمى وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية. وزارة الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية موجودة في تندوف، مثلها مثل الجمهورية التي تحمل هذا الاسم. نسمع فقط كلمات قالها منذ 3 أيام الآن. عفوا. نحن كصحراويون واعون كل الوعي بأننا علينا أن نساهم مع أشقائنا المغاربة وفي إطار منطقتنا وفي إطار قارتنا بأن ندفع الأمور باتجاه إيجابي، ولا نبقى مع المتمترسين إلى 50 سنة أخرى. معناتها الآن وصلنا إلى أنه البوليساريو منذ 3 أيام. لماذا أردت عرض هذا المقتطف؟ لأنه البارحة كنت نتكلم على التخبط منذ ساعات لما كانت تغيب التعليمات من طرف، وقلت لكم وقتها أنه كان هناك انقطاع للتواصل بين ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية والجزائر، يعني لم تكن يصلهم أي شيء من الجزائر العاصمة. بطبيعة الحال ذهبت الأمور انفلتت لدرجة أنه البوليساريو صار يتكلم لك المغرب الشقيق والأشقاء المغاربة. يعني وين وصلنا، وأنه لابد من حل، أنه القضية استمرت ل50 سنة. إذا كنت تقول الآن أن القضية استمرت ل50 سنة دون أن تتحرك الأمور، لماذا استفقتم الآن فقط؟ بوليساريو كان يعني يتبختر ويقول لك نرفض المفاوضات والإطار الوحيد هو الاستفتاء وغيرها من الأمور. الآن صاروا المغاربة أشقاؤه. يعني والمستوى تاع الشخص هذا صراحة لو تسمعوا الندوة الصحفية كاملة، يعني تقول كيف أنه شخص مثل هذا. لأنه أنا لما أرى هذا الشخص أراه بطبيعة الحال أرى أموال الشعب الجزائري حتى نتفقوا. هذا نحن كصحراويون واعون كل الوعي. هذا الشخص عديم المستوى سواء لغويا سواء أخلاقيا سواء سياسيا. يعني أنا لما أرى ملايين دولارات من أموال، ملايين دولارات أقول فيما يسمى وزارة الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية، فما بالك باقي الوزارات لهذه الجمهورية الوهمية أو الجمهورية الموجودة في تندوف الآن. هادو الناس يعني كلفونا ملايير الدولارات ل50 سنة. يعني هذه القضية صراحة تطرح العديد من الأسئلة. عفوا، فقط واحد قال لي ربما الكاميرا، نحاول نمسح الكاميرا إذا كان فيه إشكال.
أتمنى أنه الآن يكون أحسن، يعني لا أدري إذا كان في مشكل في الكاميرا أو في الإنارة. أتمنى أنه كل شيء على ما يرام، أو يعني فقط يشوشوا علينا، لا أدري صراحة، ولكن أتمنى أنه فعلا هناك ضبابية، لكن الضبابية لا تغيب. احنا كنا نتكلموا عن الضبابية التي يعيشها البوليساريو، عندنا حنايا نعيش الضبابية. أظن أنه الآن أحسن، أظن على ما أظن. المهم الصوت على كل حال، الصوت هو أهم شيء في القضية. قلت لكم أنه يعني لما أرى هؤلاء، والآن خرج الكثير منهم وسنسمع واحد آخر منهم قبل أن نفصل لاحقا في قضية في قضية رسالة إبراهيم قالي إلى رئيس مجلس الأمن. صراحة في بعض الأحيان لما تقول هذه رئيس إبراهيم قالي يخاطب رئيس مجلس الأمن، لكن لا علينا. لكن قبل هذا فقط على السريع أمرين. تعرفوا أن البارحة والأيام هذه تكلمت كثيرا على فنزويلا، واحد من آخر الدول الحليفة والقريبة للنظام الجزائري. تعرفوا أنها في أزمة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أسابيع كنا تكلمنا على قضية أنه مادورو من أكبر أصدقاء وحلفاء الرئيس المعين عبد المجيد تبون صار وونتد، يعني مبحوث عنه بقيمة 50 مليون دولار. بل أنه فنزويلا هي أكبر الداعمين مع الموزمبيق، مع ناميبيا، مع جنوب إفريقيا للجمهورية العربية الصحراوية. معناتها الآن حليف آخر يسقط. لكن الآن الصورة يعني كاين واحد القضية ربما يمكن أن يرى فيها البوليساريو أو حتى ربما النظام الجزائري لاحقا أنفسهم. نشوفوا فقط لما تكون عندك إشكالية مع دونالد ترامب ومع الإدارة الأمريكية الآن. Nicolas Maduro is pleading for peace. As American firepower closed in this week, he begged. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. His plea comes as the United States has sent its deadliest bombers towards Venezuela. 2 B-1 Lancers, each capable to carry 75,000 pounds. طبيعة الحال راكم تسمعوا no war, just peace, just peace. مادورو صار يصرخ، يعني يتوسل بيجن. يعني الآن دسان، هذا التقرير من دسان يقول لك صار يتوسل مادورو. يعني لهذا قلت لكم أنه في هذه العبارة نعودوها، ربما البوليساريو والنظام Not war, not war. Just peace, Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. صراحة هذه تصلح هذوك الميمز هذوك. أظن أنه القضية ستذهب إلى هذا. معناتها هذا اللي كان is this yes it's true. أو راني مباشرة يعني من دسان، هاي من القناة أوب، راك تقدر تشوفها في الصان. هاي 6 ملايين متابع يعني، قناتهم الموثقة مباشرة. والقضية أصلا راهي يعني قضية التحرك الأمريكي باتجاه فنزويلا هي الأمر الذي، ولكن صراحة دون سخرية، ما يحدث مع فنزويلا يبين العالم الذي صرنا نعيش فيه اليوم مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومع دونالد ترامب، والتعامل مع كل من يعيق الإدارة الأمريكية في ما تقوم به. هنا قضية إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية مع فنزويلا هي مع المخدرات وقضية الهجرة غير الشرعية. ولكن هذا مادورو اللي كان يتبنى في خطابات عدائية وضد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، خرج بخطاب واحد وكتب حقرونا، مثل خطاب بن بلة يعني سنة 1963 ضد المغرب. يعني الآن مادورو قال لك just peace. يعني شوف يعني أين أوصل بعد الاستفزازات، بعد الممارسات القذرة، بعد الأخطاء التي ارتكبت. معناتها الأنظمة هذه العاجزة على التماشي مع عصرها. تعرفوا من هو تقريبا آخر البلدان اللي افتتح خط مباشر نحو فنزويلا؟
هل ممكن تقولوا لنا آخر البلدان الذي وقع اتفاقية تاع شراكة استراتيجية مع فنزويلا بل افتتح خط جوي مباشر نحو هذا البلد؟ بطبيعة الحال هو في التعليقات، والقضية قادمة هي الجزائر وهو النظام الجزائري. الجزائر يعني، ورغم أنه أنا وقتها قلت أن النظام الجزائري لا ينجح إلا في التحالف مع الأنظمة الفاشلة، مع الجمهوريات الفاشلة، مع الدول التي لا مؤسسات فيها، مع الدول التي تسير خارج يعني لا تعيش يعني في الزمن الذي نعيشه، لا تسير الأحداث. فالناس اللي ايضا لانه بدات الان البوادر تاع محاوله ليس التصادم مع الولايات المتحده الامريكيه لكن محاوله ربح الوقت. ولما تحاول تربح الوقت والإدارة الأمريكية تريد الآن حلول سريعة وحلول آنية، هذه القضية اللي دائما نتكلموا عليها، الكلمة أو العبارة اللي صارت الآن العبارة الشهيرة لدونالد ترامب هي peace with strength، السلام بالقوة أو بفرض منطق القوة. هذا هو الآن ما يحدث، يعني كل من يتخلف على الموضوع هذا تنتهي به الأمور. فالبوليساريو الذي هناك مشروع قانون لتصنيفه كمنظمة إرهابية، النظام الجزائري اللي راهو الآن يعني في كل مرة كان يستفز، كان كلامه مستفز وغيرها من الأمور وممكن يكون تصادم مع الإدارة الأمريكية، الآن يعرفون إذا يعني تم التماطل أكثر فأكثر في ملف الصحراء هذا هو المستقبل. هذا هو المستقبل مع مادورو، لأنه مادورو بداية يعني حتى فنزويلا يعني لم يكونوا يتوقعون بأن الأمور تصل إلى هذا الحد. يعني ما يحدث في الساعات الأخيرة من تسارع هو أمر لم يكن يتوقعه أحد. لكن في كوارث النظام الجزائري، وهذه وددت الإشارة إليها المسألة هذه، لأنه ربما كثر منكم لم يسمعون بالقضية، ثم ندخل مباشرة في موضوع إبراهيم قالي والرسالة. لكن مسألة النائب البرلماني، تعرفوا أن النظام الجزائري لا تتوقف الفضائح. صحيح أنه الآن ملف الصحراء هو اللي يأخذ هذه قضية الانتكاسة الكبرى في ملف الصحراء، الإهانات اللي يتعرض لها يوميا النظام الجزائري والانتصار الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء. انتصار يعني اكتساح صراحة، ليس انتصار فقط. لكن كان فقط نسمع فقط الكلمات، ونقول لكم لماذا أسمعكم كلمات هذا السيناتور الجزائري يسمى عبد القادر جديع. ونضرب اسم المواطنين. ثانيا عفوا الصخري زملاء النواب الوفد المرافق الوزير، السلام عليكم. بالنسبه للغاز الصخري، الغاز الصخري انا من سكان منطقه الجنوب الكريم. الغاز الصخري بالمفروض يكون تشاور مع سكان المنطقه، مش تجي تستكشف عندي وتحضر الناس وتعرف في الجراح. الناس تقول لها الماء راح نبسلوا لك، هاجي بخبراء، حنا غنجي السلطه تركب ودير لك كيف. حنا نطلبوا خبراء يعطوا المناطق اللي فيها الاستكشاف تاع الغاز الصخري، يهضروا مع المواطنين. حنا رانا نمثلوا المواطنين ونهضروا باسم المواطنين. ثانيا صنع الغاز هذا تسمعوا فيه لا يهم كثيرا الموضوع، لأنه هذا الفيديو يعود إلى سنة 2019. هذا سيناتور كان في البرلمان الجزائري في الغرفة الثانية اللي هي في مجلس الأمة، كان تكلم على موضوع الغاز الصخري وينتقد في قضية استغلال، كان الحديث عن استغلال الغاز الصخري وغيرها من الأمور، وكان يقدم في رأيه، ينتقد ويتكلم مع الوزير. هذا السيناتور تعرض وقتها للمتابعة قضائيا، فما فعله هو ما يفعله الجميع، سواء الشعب البسيط، سواء المراهقين الأطفال كم شفتوهم اللي قاموا بالهجرة غير الشرعية باتجاه إسبانيا، سواء يعني الأمهات، سواء الآن ربما الأجداد، سواء يعني كل الجزائريين يحاولون الهروب من المزبلة الكبرى المسماة الجزائر تحت حكم النظام الجزائري. يعني صراحة مزبلة
حرفيا يعني كل المدن، المزابل منتشرة في كل مكان، الأوساخ، غياب التهيئة العمرانية، المستشفيات كارثية، إلخ بدون الحديث عن الظروف الاجتماعية الكارثية وغير ذلك. والصورة تاع البلد صراحة أيضا تضاف إلى هذا، لأنه صار كل جزائري اليوم يحس بالعار يعني لما يرى ما يحدث. يعني لهذا تولدت عقد تقريبا جماعية للشعب الجزائري بسبب الوضع الكارثي للبلد. لكن هذا السيناتور مثله مثل أيضا جنرالات هربوا من الجزائر بعد متابعتهم قضائيا، هرب باتجاه إسبانيا وطلب اللجوء. بل أكثر من هذا، الاتحاد هذا هو أول مرة يحدث أنه سيناتور، أول مرة منذ الاستقلال منذ 1962، أنه برلماني جزائري يشتكي ضد الدولة الجزائرية في الاتحاد البرلماني الدولي. هذه يزيدوها في اتحاد البرلمانات بطبيعة الحال، هذه تضاف إلى سلسلة الفضائح المستمرة والمتتالية للنظام الجزائري. معناتها الآن منهم في المؤسسات، منهم منتخب، منهم معينون، لأنه هذا عين مثل البقية. يعني أقول عين لأنه حتى الانتخابات في الجزائر هي شكلية بطبيعة الحال، أنه حتى أبناء النظام من خرجوا من النظام، من صنعهم النظام، الآن يلجؤون. وتعرفوا أنه زيارة متى، لماذا هو اشتكى بالجزائر واشتكى بالنظام الجزائري؟ لأنه كنا نتكلم منذ ساعات على زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر. أنت تقول راهم يتكلموا على مصالح الجزائر، على الشراكة الأمنية بين البلدين. تعرفوا أنه أهم ملف طرحه عبد المجيد تبون مع وزير الداخلية الإسباني، اللي قال بأنه إسبانيا الآن العدالة الإسبانية ستدرس الموضوع، هو ملف هذا البرلماني، ملف تسليم النظام الجزائري. يريد أن تسلمه إسبانيا هذا البرلماني اليوم اللاجئ في إسبانيا. معناتها حتى أبنائهم وحتى اللي خرجوا منهم وحتى من صنعهم النظام الجزائري صاروا يلجؤون. بعيدا عن الروايات، أنا صراحة سلم لا يسلم، هذا لا يهمني كثيرا. لما تكون القضية بين أبناء النظام الجزائري وأبنائه، هذه قضية عائلية بينهم، وقضية تاع نظام لبيوت الرذيلة كما أسميهم، سواء دبلوماسية أو نظاما. هذه إشكالية تخصهم. وممكن أنه إسبانيا، لأنه التعامل تاع إسبانيا في قضية التسليم عنده خصوصيات نوعا ما، يعني ممكن أنه تكون، اللهم إلا إذا وضعت العدالة الإسبانية حاجز أمام هذا. وخصوصا أنه هذا البرلماني كان ذكي في التعامل، يعني أنه لجأ